السلام عليكم. معكم دكتور كدي حسناء، اخصائيه في امراض الاورده والشرايين بمدينه الدار البيضاء. اليوم غنحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع ولا بلوتو واحد السؤال اللي كيرجع ديما: دكتوره شحال غياخذ ليا العلاج المده الزمنيه؟ دونك خصنا نعرفوا السؤال على هذه المساله صعيب شويه الا ما كانش واحد التشخيص ديجا ديال الحاله المرضيه، باش نعرفوا هذا المريض بعدا شنو هو المشكل، فين عنده المشكل، واش في الاورده العميقه ولا السطحيه. حيت الا كان المشكل في الاورده العميقه ديك الساعه خصنا بيان ايفيدامون نبداو بالاورده العميقه هي الاولى نعالجوها، عاد تنطرقوا لهذاك الشيء اللي سطحي، عاود من بعد بيان ايفيدامون هذيك الاورده العميقه خصنا نشوفوا شنو هي التقنيه ديال العلاج اللي اختارينا ليها، وهذا الشيء تتحكم فينا القطر ديال الوريد العميق لحالاش وصل. الوغ الا كان الوريد العميق القطر تاعو كبير بزاف، افيكتيفمون هنا كنضطروا نديروا العمليه بالليزر اللي كدير في قاعه العمليات. المده الزمنيه كتكون قصيره ديال العلاج، لانه بالليزر كنقدروا نحيدوا العرق كامل، ومن بعد الا بقات شي حاجه خفيفه سطحيه كنكملوها بواحد الحصص ديال التصليب. الوغ بالنسبه ملي تيكون المشكل مثلا العلاج التقنيه بلوتو اللي اختارينا لهذيك الاورده العميقه هو حصص التصليب، هنا افيكتيفمون كياخذ العلاج واحد الوقت اكثر. علاش؟ لان ما بين حصه وحصه تيكون يقدر يكون ما بين 15 يوم، بعض المرات كنقدروا نمشيو حتى ل 3 اشهر على حسب التجاوب تاع المريض ولا ديال الوريد ديال المريض ديالنا مع الدواء اللي كنحقنوا ليه. في الحاله الاخرى فاش كيكونوا الاورده العميقه كلشي مزيانين الحمد لله، يعني المشكل سطحي اكثر ما هو حاجه اخرى، دونك هنا كيكونوا حصص تاع التصليب كتكون مره في الشهر، وهنا افيكتيفمون على حسب شحال عندنا ديال العروق، على حسب شحال غياخذ ديال الحصص تاع التصليب. دونك باش نلخصوا، قبل ما نهضروا على مده ديال العلاج خاص الطبيب تاعنا يشوفنا، يقوم بواحد الفحص. من بعد كاين الفحص بالصدى او ليكودوبلير، هذاك ليكودوبلير هو اللي تيقول لنا فين هو الوريد، فين كاين الخلل، فين هو الوريد اللي مريض، واش سطحي ولا عميق. ومن بعد بيان سور غيعطينا شنو هي التقنيه اللي غنعالجوا بها، ومن ديك الساعه عاد يمكن لنا نقولوا تقريبيا داكوغ شحال غادي ياخذ هذا العلاج ديال الوقت، وشحال تقريبا ديال الحصص غيكونوا عند هذا المريض. دونك الطبيب ديالك منين غادي يشخص الحاله ديالك المرضيه، هو غادي يقدر ديك الساعه يجاوبك بالسؤال بلو بريسيزامون، يقول لك شنو غادي يخصك من التقنيه ديال العلاج، وإلا كانوا حصص شحال ديال الحصص تقريبا.